هيكون سيزون مختلف شويه. اسالك سؤال عبثي، افضل سكواد في الدوري الانجليزي اعتقد انا وانت متفقين اللي هو حاليا ليفربول. طبعا تاني اقوى سكواد مانشستر سيتي. مش معاك. مانشستر سيتي او تشيلسي. انت عارف اللي انا وجهه نظري هو ارسنال. مفيش نواقص، مفيش نواقص. انا شفت السكواد بتاعهم. مفيش نواقص. مارتينيلي وتروسارد ساكا وعندهم احسن خط دفاع. انت تتمنى، انت كليفربول بتتمنى خط الدفاع بتاعهم ده تيمبر وجابريال وصليبا. طبعا هي مشكله في الاصابات وكاليفيوري، لا ده خط دفاع. وفي نص الملعب جابوا زوباميندي ظبط الدنيا. هم عندهم اصلا اوديجارد ورايس. مساء الخير عليكم، حلقه جديده من برنامج دبل شوت. انا بيتر وانا مارك. حلقه جديده من سلسله الدوريات العالميه، الدوري الانجليزي والدوري الاسباني. عوده بقى من التوقف الدولي والملل. كله تمام. مبسوط، الدوريات حاسها حلوه. مبسوط من ليفربول بس مبسوط نتيجه. مبسوط نتيجه بس مش مبسوط اداء طبعا. طب يلا بينا نبتدي كده، نخش على الدوري الاسباني، دوري محبب ليك وريال مدريد بقى وبرشلونه. ريال مدريد 4-4. برشلونه الثاني فرق نقطتين، وقع بس تعادل الماتش. المنافسه مشتعله. انت ايه رايك في ماتش اتلتيكو مدريد؟ كالعاده احنا اتكلمنا عليه وحسينا كل ما سنه كان بيبدا قوي، المره دي بقى ويضعف في الاخر. المره دي بادئ وحش، يعني حكايته حكايه. خلينا نبتدي كده بماتش ريال مدريد وبعد كده ماتش برشلونه. ماتش ريال مدريد كان بيلعب سوسيداد وبرشلونه كان بيلعب فالنسيا. ماتشين مش سهلين. يعني لغايه دلوقتي دي الماتشات اللي اتلعبت. شايف ماتش ريال مدريد ازاي؟ ماتش كان بره ملعبه، ماتش صعب. ماتش صعب طبعا، وريال سوسيداد كمان بتبقى اصعب قلب برشلونه في الانويتا. بس ريال مدريد بره مع ارضها مع ريال سوسيداد بيبقى ماتش رخم، والماتش اترخم اكتر بطرد هويسن. طرد مستحق. انا راجل بشجع ريال مدريد فشهادتي مجروحه، بس انا بحاول اكون دلوقتي محايد. انا الاول وهله شفتها وكان كذا حد بيتفرج معايا، وشفت ان جماهير برشلونه ورياكشنز بيتفرجوا. لاول وهله كده هي انذار للامانه مش طرد. كان ميليتاو قريب من الكوره، وميليتاو كان يقدر يغطي، والكوره كانت لسه بعد نص الملعب، ما كانش قربت قوي. فانا شايفها اللي هي كانت انذار اخرها. بس هو الحكم قرر اللي هو يعملها طرد. وهو السنه دي الصراحه التحكيم فيه مشاكل كتير قوي، وما بقولش مشاكل منحازه لبرشلونه او مشاكل منحازه، لا في مشاكل جامده، يعني جامده جدا. تحكيم الدوري الاسباني من زمان عليه كلام كتير. لا السنه دي بادئين بدري ومشاكل في كل ماتش. فانا شايف لما طبعا طرد غير مستحق. بس الحلاوه الموضوع اللي انا شايف ان ريال مدريد بدات كويس وهي كانت مسيطره. الطرد كان جه في الدقيقه 30، الطرد كان بدري قوي. طرد طبعا يقطم الماتش بالظبط. فلكن تشابي الونسو تحسه رجع تشاوميني مدافع ومسك نفسه، ومش بس مسك نفسه وفضل محافظ على، لا ده مبابي طبعا بمهاره فرديه رقص الواد وبصاها الواد دولار. مبابي ريال مدريد. مبابي عامل سيزون خرافي. فينيسيوس ورودريجو ايه ظروفهم؟ لسه فينيسيوس لسه ما دخلوش السيزون. فينيسيوس لسه بيكتشف نفسه، لسه مش عارف يفهم اللي هو لا انا السوبر، انا زي ما قعدني دكه الحوار ده حاسه مؤثر فيه. رودريجو انا مش فاهم ومحدش فاهم هو تشابي الونسو بيفكر في ايه. ما تعرفش هو عايز رودريجو ولا مش عايزه. بس رودريجو للامانه مظلوم، بياخد دقايق قليله قوي. بس يعني مجمل الحوار يا بيتر اللي هو ريال مدريد اللي هو يقدر هناك بره ملعبه مطرود منه واحد من الدقيقه 30 ويطلع ب3 نقط، ده انجاز. نتيجه تقول ان ريال مدريد واقف على رجله. بالظبط. مدرب يعني انا طبعا مش، انت عارف رايي في تشابي الونسو ان السكواد لسه ستيل بقول ان هو تقيل عليه وان الاسماء كبيره وان ريال مدريد كبير عليه. بس هو لحد دلوقتي ماشي 4-4 ودوري ابطال اوروبا كسب اول ماتش حتى بعد ما كان مطرود منه واحد. مظبوط. فيعني هو لحد دلوقتي بيقدم بالظبط. نتيجه. ومش هنقول الاداء بتاع ريال مدريد، بس هو الاداء بيضعف شويه. بيبدا اداء في الشوط الاول دايما كويس وبعد كده تلاقيه قل شويه. نخش على برشلونه وفالنسيا 6-0. عندنا كلام ممكن نقوله. ريال برشلونه اللي اتلعبت لعبها بعد ما اتعادلت الماتش اللي فات. الكره بتاعت هانز فليك كره حلوه، بيلعبوا لعبهم. غياب لامين يامال مش فارق قوي مع الفرقه. اي نعم طبعا هو وجوده مهم، مع اننا كنا متوقعين ان هو هيفرق. بس 6-0 دي تخلي واحد ما تقلقش على برشلونه. ما تقلقش على برشلونه. بس انا يعني بشوف ان فالنسيا مش سكواد مرعب. مش الماتش اللي هو المقياس، مش مقياس. يعني ممكن لو راحوا لعبوا ريال اوفيدو ممكن الفرقه دي تقف قدام برشلونه اكتر من فالنسيا. فالنسيا وحشه، وهي فالنسيا ما بتعرفش تكسب برشلونه. فالنسيا بتعرف تلعب حلو قدام ريال مدريد، ما بتعرفش قدام برشلونه. فخلينا نشوف الدوري طبعا الاسباني طويل، هنشوف بقى فضايح تحكيميه ونتائج ومفاجآت. بس انا يعني حاسس ان زي ما قلت لك قبل كده في حلقه الدوري الاسباني 50-50 لغايه دلوقتي طبعا 50-50. وانا شايفها كمان من الاول الدوري مياله اكتر لبرشلونه. فرق نقطتين ده مش اي حاجه، نقطتين ده تعادل ماتش.
انا شايفها مياله اكتر لبرشلونه، واحد لسه حامل الدوري وفليك عنده الخبره الاكتر من تشابي الونسو. بس خلينا نشوف، واتمنى مع الوقت اتلتيكو الفريقين. مدريد بعيد. اتلتيكو مدريد بعيد جدا بقى، اتلتيكو مدريد مش هيرجع. انا عايز اقول لك لو برشلونه وريال مدريد ضيعوا نقط هو حتى ما بيمسكش في الفرصه، مش هيرجع، لان اتلتيكو مدريد كان دايما بيلعب على لعبه اللي انا ببدا كويس فبقى ادخل نفسي واحاول افضل سيميوني يحمسهم ويلا ويزق هو مش عارف يبدا كويس، هو اصلا مشكلته اللي هو في اخر السيزون مستواه بيقل. طب اسالك سؤال سريع قبل ما نقفل صفحه الدوري الاسباني، مين الفرقه رقم 3 غير اتلتيكو مدريد اللي ممكن تبقى منافس في الدوري الاسباني؟ فرقه واحده. تصدق انا لغايه دلوقتي مش شايف، لغايه دلوقتي ما فيش فرقه واضحه. انا شايف ريال بيتيس اللي ممكن، او ريال بيتيس عندها المقومات، وهم على فكره حوار انتوني اللي هم جددوا يعني جددوا الاعاره فرق معاهم، هو كان عامل هو مبسوط هناك. اسكو لسه بيلعب ولسه بيقدم كوره، فهم الفريق الكواليتي بتاعته حلوه طبعا، هو مرشح جدا اللي هو يبقى في التوب 4 طبعا، بس لسه ما بانش. بحس اللي هو الثالث ده محتاج مثلا ايه، استنى كده بعد النص السيزون ابدا اقول لك هو ده اللي بينافس مش بينافس، هو ده اللي بينافس على التوب 4 يعني. خلينا نشوف. نقفل صفحه الدوري الاسباني، نخش سريعا على الدوري الانجليزي. ليفربول وتيشيرت العمري احمر 4-4 برضو. سكواد كويس، لعيبه كويسه، الحظ خدمنا بس اداء مش احسن حاجه. انا مش مبسوط مع سلوت. يعني طبعا كان فيها هجمات كتير وانتوا كنتوا زانقين بيرني في نص ملعبهم، بنص ملعبهم ايه في ال 18 بتاعهم، بس مفيش فعاليه. ما كانش فيه حلول كافيه. وصلاح الحمد لله اللي هو رجع في قدام اتلتيكو مدريد، بس صلاح في الدوري كان لسه ما جاش. هو بص، هو يعني هو اسوأ مواسم صلاح، بس هو في 4 ماتشات 3 مساهمات، الارقام بتاعته كويسه. عشان ده صلاح هو لا بقى يعني، هو حتى لو مستواه مش حلو في الدوري الانجليزي بس هو بقى متمرس في الدوري الانجليزي بالظبط. وجوده في الملعب بس بياخد انا عارف الكلام ده قديم وكليشيه، بس فعلا بياخد تركيز 2 مدافعين معاه بالظبط. هو حتى بيسحب الفرقه ناحيه اليمين ناحيته، بيبقى في الناحيه الثانيه هو من السنه اللي فاتت اتجه اكتر لفكره الصناعه والاسيستات ده بقى عليه رفعات. السنه دي صراع الاهداف مع هالاند 5 اهداف كده في اول 4 ماتشات. مش هالاند بس كمان يا بيتر، خلي بالك مان سيتي ممكن تقع، وهالاند السيزون اللي فات بدا اقوى من دي ووقع. المشكله اللي فيه دلوقتي دبل في جيوكيرس كمان، في جيوكيرس وارسنال بتصنع فرص، وارسنال بتودي جيوكيرس كتير. يعني خلينا متفقين اللي هو صلاح يعني كتر خيره اللي هو السنه اللي فاتت خد الهداف، لا خلاص كده يا باشا، مش وان سيزون وندر يعني. لا طبعا خلاص بقى كفايه كده. هو خليه يلعب على الصناعه اكتر، ويبقى هو الكابتن بتاع الفريق اللي بيحركهم، وخلي بقى الهداف للسترايكرز اللي هم بيجي لهم فرص قد كده في الماتش. ارسنال باستثناء خساره ليفربول بدايه مش وحشه، بدايه حلوه طبعا كويسه، وحطوا قدام نوتنجهام، حطوا رجلهم وحسسهم اللي هو انا فريق قوي وانا فريق بلعب كوره. نوتنجهام طبعا هي دلوقتي بادئه بدايه سيزون وحشه، لكن ما تنساش نوتنجهام دي فرقه قويه طبعا، كانوا مخلصين السنه اللي فاتت توب 6. بس عايز اقول لك انا ما زلت شايف ان ارسنال هتخسر نقط في ماتشات سهله، بس ده احسن موسم يعني من مواسم ارسنال بالميركاتو اللي عملوه زوبيميندي وجيوكيرز وموسكيرا المدافع. لا شايف ارسنال واقف على رجله، فده هيكون سيزون مختلف شويه. اسالك سؤال عبثي، افضل سكواد في الدوري الانجليزي اعتقد انا وانت متفقين اللي هو حاليا ليفربول طبعا. تاني اقوى سكواد مانشستر سيتي. مش معاك. مانشستر سيتي او تشيلسي. انت عارف اللي انا وجهه نظري هو ارسنال مفيش نواقص انا شفت السكواد بتاعهم، مفيش نواقص. مارتينيلي وتروسارد ساكا وعندهم احسن خط دفاع. انت تتمنى، انت كليفربول بتتمنى خط الدفاع بتاعهم تيمبر وجابريال وصليبا. طبعا هي مشكله في الاصابات، وكاليفيوري لا ده خط دفاع. وفي نص الملعب جابوا زوبيميندي ظبط الدنيا، هم عندهم اصلا اوديجارد ورايس. بقول لك ايه، دول احلى سكواد بعد ليفربول. المفروض نشوف بطوله السنه دي لازم. انا بسالك السؤال ده ان انا عارف ان انا مع الوقت بالديبيت هقنعك ان هو فعلا سكواد يستاهل اللي احنا نحطه، اللي هو وليفربول بينافسوا. وعلى فكره صلاح قالها ارسنال هي المرشحه انها اقوى سكواد، بيشيل الضغط من على ليفربول. في فرقتين بارزين كده هنتكلم عليهم، توتنهام وتشيلسي ومانشستر سيتي. الثلاثه سريعا كده ملخص، يعني الثلاثه تقريبا يعني مستوى واحد لغايه دلوقتي، مستوى واحد. مانشستر سيتي كسب اخر ماتش قدام مانشستر يونايتد، طبعا مش هتكلم عن مانشستر يونايتد، ما يستحقش الكلام.
احنا في القناه دي قدام الكاميرا دي قلنا اللي اموريم على الاقل هيكمل سيزون كمان، بس انا عمري ما تخيلت النتائج هتفضل كده. لا مفيش اداء، مفيش بس سكواد. انا شايف اللي هو اعتقد من وجهه نظري، انا ما اعرفش، اللي هو مثلا كمان ماتشين 3 لو فضل بالنتائج دي هيمشوا. ما اعتقدش ان هو ماتشين 3، هو لو خسر ماتش كمان هيمشي، لان هو حتى على ارضه ما بيأديش. على ارضه كسب بيرنلي بالعافيه. انا مش عارف. خلينا نشوف. ما نتكلمش عن مانشستر يونايتد. هو سيتي الصراحه عملت ماتش حلو، خلينا نديها حقها. سيتي وبيب تحسه رجع كده، والماتش كان مسيطر، وهالاند سفاح، ورجعنا بقى لايام هالاند اللي هو اي كوره هتجيلي انا كده احطها. كان ماتش، كان نفسي اقول هو ماتش حلو، بس هو كان ماتش يعني يعتبر وان سايد جيم بالنسبه لي. على فكره موبيمو ضيع كور، بس برضو اللي كان اقرب كان دايما هو السيتي. تشيلسي انا كان في اعتقادي ان هو هيبقى فيه استمراريه في الفوز، بس وقع في فخ التعادل برينتفورد 2-2. كان كسبان 2-0 يعني 3 نقط سهلين. هي بقى دي الحاجات اللي انا بقول لك عليها، هم دي فرقه ما عندهاش الشخصيه. دي حاجات تفرق في البطل، بس ما تفرقش في التوب فور. عشان كده انا بقول لك تشيلسي هتاخد توب فور مستريح، لكن هي تفرق اللي هو البطل ما ينفعش يكون بيضيع النقط دي. فعشان كده تشيلسي لسه قدامه شويه، وعقبال ما ينافس على البريمير ليج. زائد اللي بالمر مش فايق، بالمر حط جون بس مش فايق. اخر فرقه توتنهام ودانيال فاركي. مفاجاه. انا شايف ان هم مفاجاه، كانت مفاجاه ان هم خسروا من بورنموث 1-0 الماتش اللي قبل اللي فات. طبيعي، ما مش هياخدوا علامه كامله مهما كان. بصوا فرق السكواد بينه وبين ليفربول، بس هم اللي هم بادئين البدايه دي مع فرانك. لا كسبوا ويست هام بره 3-0. لا بدايه حلوه اعتقد جدا. ان هم ليهم شكل. انا في فرقه عايز اتكلم عليها كده سريعا في نص دقيقه. مفاجاه استون فيلا في 4 ماتشات 0 اهداف، وخسروا في الكاراباو، يعني خسروا كل الماتشات اللي لعبوها او تعادلوا. يعني هم تعادلوا 1-1، واللي جاب الجون صفقه جديده هارفي إليوت بتاع ليفربول. مش متخيل ان خط الهجوم روجرز، مالين، واتكنز، جيسون بتاع نيس، الصفقه الجديده، خط هجوم محترم مش وحش. 4 ماتشات 0 اهداف، وفي منهم ماتشين على ملعبك. ازاي؟ مش عارف. امري تحسه فقد السيطره. فخلاص هاشتاجز امري اوت ابتدت تنزل، فاعتقد ان دي اسوأ بدايه في تاريخ استون فيلا. لا وبعدين ده فريق متوقع منه اللي هو ينافس، وهو فريق قوي وكان بيلعب دايما قدام الكبار ماتشات حلوه. فيعني خلينا نشوف هيرسى على ايه. بس انا متفاجئ زيك، ومأثره علينا في الفانتسي يا عم بيتر. 2 هينافسوا على الدوري السنه دي. هجاوب تقليدي، لان انا حاسس ان بيب لسه ما عليكش كل يعني بعد ما شفت كده بدايه الدوري، حاسس ان بيب لسه ما عليكش كل المشاكل اللي عنده. فاعتقد المنافسه هتبقى ليفر وارسنال. انا بقول ليفر هياخد الدوري. انا ما عنديش مشكله في جيم ويك 38 نتقابل يا باشا، بس انا بقول لك هيبقى في منافسه يعني. طيب يا جماعه، ده كان ملخص سريع كده عن الدوري الاسباني والدوري الانجليزي في السلسله بتاعت حلقات الدوري الانجليزي والاسباني. لسه الدوري طويل، لسه نتائج كتيره، ولسه حلقات جايه كتيره هنتكلم فيها عن الدوريات بتفاصيل اكتر. دي كانت نهايه الحلقه. ما تنسوش تعملوا لنا بقى سبسكرايب على الشانل بتاعتنا على اليوتيوب، والجرس لازم يتفعل. لايكات بقى والبيج بتاعت الفيسبوك وعلى التيك توك بيتر عامل شغل حلو، والانستجرام بكل السوشيال ميديا. ثانيين اللايكات والكومنتات وارائكم كده معانا، ونشوفكم الحلقه الجايه. باي باي. باي باي.